يعتقد معظم الناس أن الفازلين مخصص فقط لأقدام جدتك الجافة، ولكنه في الواقع سلاح سري لتعزيز جاذبيتك. في هذا الفيديو سأعرض لك 5 حيل باستخدام الفازلين، من شأنها أن ترتقي بمظهرك ورائحتك وشعورك. وأعدك بشيء واحد، وهو أنك إذا شاهدت هذا الفيديو كاملا فلن تضطر إلى إهدار أموالك على أي منتجات فاخرة أخرى. لندخل في صلب الموضوع مباشرة. 1. العطر أو الرائحة. يرغب كل رجل في أن تكون رائحته جيدة، ولكن بغض النظر عن مدى غلاء العطر الذي تشتريه فإنه لا يمكن أن يدوم لأكثر من 3 ساعات. ولكن ماذا لو صنعت عطرا خاصا بك مملوءا بالفازلين؟ سيساعدك ذلك في أن تكون رائحتك طيبة طوال اليوم. دعني أريك كيف يمكنك فعل ذلك. أولا، قم بتسخين لتر واحد على الأقل من الماء، ثم ضع برطمانا كاملا من الفازلين فيه حتى يذوب تماما. بعد ذلك أخرجه ودعه يبرد قليلا. الآن خذ عطرك المفضل ورشه في الفازلين الذائب. رش بالقدر الذي تريده، كلما زاد الرش كانت الرائحة أقوى. الآن ضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات. بمجرد أن يصبح صلبا في كل مرة تريد فيها وضع العطر، ما عليك سوى أخذ القليل من الفازلين ووضعه على نقاط النض لديك، مثل رقبتك ومعصمك وعظمة الترقوة. بهذه الطريقة ستبقى منتعشا ورائحتك مدهشة طوال اليوم. وبهذه البساطة قمت بتغيير الطريقة التي ستستخدم بها العطور إلى الأبد، وذلك باستخدام الفازلين فقط. لكني لم أنتهي بعد. إذا كنت تريد حقا أن تبدو أكثر جاذبية، فسأقدم لك 4 نصائح أخرى لم يخبرك بها أحد من قبل. 2. شعر الحاجبين. أريدك أن تنظر إلى هاتين الصورتين بعناية وتخبرني ما هو الفرق الذي تلاحظه في مظهرهما. ربما خمن البعض منكم الإجابة الصحيحة، وهي الحاجبين. صدق أو لا تصدق، يمكن للحاجبين أن يعزز مظهرك بشكل كبير. فالحواجب الكثيفة تجعل بنية وجهك تبدو مذكوريا، في حين أن الحواجب الرفيعة تجعلك تبدو ضعيفا وأنثويا. لذا خذ القليل من الفازلين وادعكه بين أصابعك وضعه على حاجبيك في اتجاه نمو الشعر. ما سيفعله هذا هو جعل حاجبيك يبدوان كثيفين بشكل طبيعي ويمنحهما مظهرا مرتبا جيدا. الآن لن تحتاج إلى استخدام جل أو أي منتجات إضافية يوميا. 3. شعرك. إذا كان شعرك مجعدا ولا يبقى في مكانه، فما عليك سوى أخذ كمية صغيرة جدا من الفازلين ودعكها على يديك ثم ضعها على شعرك. شاهد كيف يصبح شعرك لامعا وناعما دون أن يبدو دهنيا أو لزجا، ولكن لا تفرط في استخدامه وإلا ستبدو وكأنك لم تستحم منذ 10 أيام. 4. الشفاه. إذا كنت ترغب في شفاء شفتيك الجافة والمتشققة وجعلهما ناعمتين وصحيتين، فهذه هي الطريقة الأسهل والأكثر فاعلية. كل ما تحتاجه هو 3 أشياء: الفازلين وزيت جوز الهند وفرشاة. الآن استمع إلي جيدا. أولا، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة، ثم اغطس فرشة أسنانك في زيت جوز الهند وادعك بها شفتيك برق. ما سيفعله هذا هو تقشير الجلد الميت وزيادة الدورة الدموية. ثم خذ القليل من الفازلين وضعه على شفتيك. هذا سيبقيهما مرتبتين وناعمتين، والآن تكون قد صنعت مرطب شفاه خاصا بك. 5. الهالات السوداء. أتذكر عندما كنت أدرس لساعات متأخرة للحصول على درجة جيدة، ظهرت لدي هالة سوداء تحت عيني، وفي ذلك الوقت لم يكن لدي ما يكفي من المال لشراء كريمات عين باهظة الثمن. لذا بدأت بوضع الفازلين تحت عيني كل ليلة قبل النوم، وقمت بتطبيق الثلج على وجهي في الصباح، لأنك يجب أن تدرك أن الفازلين هو أحد أفضل الأشياء لترطيب بشرتك. وعندما تضعه ليلا ستبدأ المنطقة تحت العين في اللمعان والتحسن، ولكن لا بأس، فأنت ستنام على أي حال. ثم في الصباح عندما تغسل وجهك وتضع الثلج سترى الفرق. انظر، باستخدام برطمان واحد بسيط من الفازلين يمكن أن تصنع عطرا قويا وتكثف حاجبيك وترطب شفتيك وتتخلص من الهالات السوداء. يمكنك تحسين وجهك ومظهرك دون أي روتين مكلف لرعاية الشخصية. الآن أنت تعرف ما عليك فعله. اذهب واشتري برطمان من الفازلين واتبع هذه الخطوات. ولكن إذا كنت تريد حقا أن ترتقي بشخصيتك فتأكد من الاشتراك.